تعالى نشوف اجمل اكله واحلى اكله كباب الحله عملناها ازاي. بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال. تعالى نشوف عملناها ازاي. ماده دهنيه نزلنا بيها، انا نزلت بزيت او بسمنه، ونزلت بحبهان ورق غار وقرنفل وقرفه خشب. البهارات الموجوده عندك هنحمصها كده، وننزل باللحمه قطعه قطعه عشان ما تزردش ميه. احنا بننزل بها بواحده بواحده ليه؟ عشان الطاسه سخنه، عشان ما تبردش الطاسه مني، عشان تاخد لون. وهنرصها كده ايه، قطعه جنب قطعه كده، ما ننزلش بها مره واحده. ولازم ننزل بالحبهان والحاجات دي كده عشان تديها برضو ريحه وطعم، تحميصها حلوه كده. تنزلي بقى بسمنه بزبده، اللي انت بتشتغلي بيه في المطبخ عندك اعمليه. دي احلى اكله يا بنات، واجمل اكله، وبسرعه وسهله وجميله جدا. يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويعمل لنا لايك ويعمل لنا كومنت ويقول لنا ايه رايه بقى في الاكله. لما ايه نتفرج عليها على الاخر كده، نشوف التكات الجميله اللي فيها. بسم الله ما شاء الله، طلعت في منتهى الجمال كده. احنا رصيتها كده كويس، وما نقلبش على طول، لازم تاخد لون. يعني نسيبها 5 دقايق 8 دقايق على ما نقلبها. يعني انا هرصها واغطيها وتاخد لها يعني سيبها بتاع 8 دقايق على ما نبدا نقلبها. ما نقلبهاش على طول، هتقلبها على طول هتنزل ميه. لا، انا عايزاها تاخد صدمه وتاخد لون من تحت كده، تاخد لون الذهبي ده كده، وبنبدا ايه نقلبها. يا ريت يا بنات كده اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويعمل لنا لايك ويعمل لنا كومنت حلو كده، يقول لنا ايه رايه في الاكله الجميله ديت. هنسمي الله ونصلي على النبي. ده التوم انا مقطعاه شرايح كده، لا سليم ما قطعتوش. التوم نزلت بيه سليم كله هيدوب يا بنات. ده فلفل اسمر، تطلع الريحه بقى كده في منتهى الجمال. يعني ايه نبدا نقلبها بقى كده. خدت لون من تحت كده، بصوا بسم الله ما شاء الله، خدت لون اهيت وما نزلتش ميه ولا اي حاجه كده. وكنا ايه محضرين ميه بتغلي برضو جنبنا. احنا لسه هننزل بايه بالخضار، وننزل بالحاجات لسه بالبصل والكلام ده هنشوفها. ده بصل اختياري، القوارمه ده بصل اختياري. انا ايه قطعت ايه 3 4 بصلات ناعمين، لسه هنزل بيهم، بس نزلت دول الاول كده كده. البصل بخلاه مسكره في وده كله هيدوب يا بنات. يعني نتابع الفيديو للاخر هتشوفوا منظر الاكله دي هيبقى شكلها ايه كده. نزلنا بالبصل. ده فلفل طبعا، ده سبايس، الاخضر ده سبايس والاحمر سبايس، عشان انا بحب الاكل سبايس عامه. انت اختياري، تحطي رومي الوان الموجود عندك اللي انت بتحبيه واولادك بياكلوه. ده فلفل سبايس اللي انا حطيته ده كده. هنقلب الخضار في قلب بعضه كده. هنسمي الله ونصلي على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. هنبدا بقى ايه تاني. هننزل دي قوطه مبشوره، دول 3 قطيات مبشورين عشان تديها لون جميل في منتهى الجمال. دي قطه بشراها طبعا، مش هيدا القشر منها، انا بشراها ما فيهاش قشر ولا في اي حاجه. ده بهارات، فلفل اسمر، كزبره، كمون، بابريكا. طبعا ما رضيتش احط شطه تاني، كفايه الشطه اللي هي اتحط. كل الخضار اللي اتحط ده سبايس، الفلفل ده سبايس. ده يعني كزبره ناشفه، فلفل اسمر، كمون، بابريكا. ما تزوديش في البهارات عن كده. الملح طبعا مش هنحط الملح غير لما تستوي خالص في الاخر. الملح ده في اخر خطوه خالص. ليه؟ عشان ما ينفعش نحط ملح في الاول، اللحمه تاخد سوا كتير. وممكن تحط معلقه السكر، بس انا ما حطيتش السكر بصراحه. يعني ممكن تحط معلقه السكر، بيساعد في السوا برضو كده، ويكرمل البصل بيبقى حلو. احنا كده غطيناها برضو ونقلب تاني. واكون محضره برضو ميه بتغلي، ما نزودهاش ميه كتير مره واحده. يعني كل مره مج ميه كده، او كوبايه الشاي ميه بتغلي، يكون جنبك الميه بتغلي على طول. انا زودتها بصراحه 4 5 مرات. تشرب الميه نبدا نزود تاني. يعني ما نزودش ميه كتير، لا اول باول كده. بصوا بسم الله ما شاء الله يا جمالها على الريحه. يا ريت تكونوا معايا كده. بصوا تشم الريحه بتاعتها. نزلت بميه تاني، يجي كوبايه الشاي ميه بتغلي. كل ما تعوز تزوديها بالتدريج، ما تزودهاش مره واحده، ما تحطيش ميه كتير. والخضار ده كده في الاخر خالص هتشوفي شكله ايه. كل حاجه هتبقى مظبوطه، وبسم الله ما شاء الله. ده بقى الملح كده. الملح نزلنا بالملح ونقلب كويس. انا زودتها ميه يا بنات 4 5 مرات، زودتها ميه بالتدريج. دي بطاطستين محمرين كده اختياري، بس بصراحه بيبقى طعمهم في منتهى الجمال. دول محمرين في القلايه الهوائيه كده. بصوا الخضار، بصوا بسم الله ما شاء الله مستوي ازاي. ده يبدوب كده، طعمها وريحتها في منتهى الجمال كده. نكون محضره الطاجن سخن عشان نحطها ايه ندخلها الفرن. انت عايزه تدخلها في صينيه تسيبها في الحله مش مشكله. الطاجن ده انا مسخناه عامه وهنزلها فيه. هنبدا اظبط الطاجن بقى كويس كده. عايزه تزوديها شويه ميه بتغلي عشان يبقى فيها صوص ماشي. يعني انا زودتها فنجان برضك صغير كده، وظبطتها ودخلتها تحت الشوايه، خدت لون وطلعتها على. تكون الاكل عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.